حياة بيعيشها مريض السكر في معاناة رهيبة، عارف ان نهايته بتقرب يوم بعد يوم. تصلب الشرايين، جلطات في دماغك، جلطات في القلب، تدهن على الكبدي ممكن يوصل لتليف كبدي، والقدم السكري. بقالي مدة عندي سكر. أنا كانت الحالة بتاعتي صعبة شوية. أنا مريض سكر مزمن وعامل دعامات في القلب. الكانسر جالي في كذا منطقة في جسمي. العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي سابوا فيا آثار رهيبة جدا جدا. انا كنت جايه تعبانه جدا، عندي الام كبيره، حاجه اسمها فايبرومالجيا لو حد يعرفه. عيان حساسيه الصدر او حساسيه الجيوب الانفيه يقعد يجهز بخاخاته طول الشتاء ومفيش تحسن. انا كنت خارج من دور برد وكان عندي موضوع الكح ده عامل لي ارق ما بعرفش انام منه. كان عندي مشكله في الجيوب الانفيه. عدم وصول الاكسجين والدم الجدار الامعائي خلاها وسط قوي جدا لانتشار البكتيريا والالتهابات. امساك مزمن، والامساك المزمن ده كنت بستعمل لغايه لما وصلت ل 80 نقطه. الطب التقليدي بيدي ماده كيماويه اثاره الجانبيه اكثر ضررا من المرض نفسه. ايه اللي بيحصل مع دخول الاكسجين النشط لجسم الانسان؟ الأو 3 لما دخل ذرة الأو الزيادة ديت هي اللي كسحت الشوارد الحرة وزودت معدلات مضادات الأكسدة، ابتدى يعمل تروية كويسة وغذاء للخلايا. الأكسجين النشط بيصلح الأوعية الدموية اللي بدأت تضيق وبدأت تضمر، بتقلل فرصة حدوث الجلطات. الأكسجين النشط أو الأوزون الطبي ده من أقوى المضادات للبكتيريا والفيروسات. الأكسجين النشط ده بيقلل الالتهابات على مستوى الجسم. لما ابتدينا نشتغل على الأكسجين النشط ابتدت حاجات كتيرة قوي في الخلايا تصحح، وخصوصا خلايا الرئة. ما شاء الله من ساعة ما خدت الأكسجين النشط لا أنا رجعت شاب. فورا بمجرد ما خدت اول جرعه صدري ابتدى يفك ونفسي ابتدى ينتظم وحاسس بحاله ايجابيه جدا في كل حواسي. الحقيقه المؤشرات هايله، في تحسن ملحوظ. التجميل اللي كان في رجليا نتيجه السكر الحمد لله رب العالمين اتحسنت بنسبه 70%. انا حاليا بقيت كويس، الامعاء بقت كويسه، بخرج من الجلسه فريش. عايزه اقول لكم ان الام جسمي قلت وبقيت احسن كتير جدا. بحس ان في نشاط شويه، حاسس براحه وحاسس بنشاط، حاسس ان انا رجعت 25 سنه لورا. انا شايف ان دي نقله طبيه في حياتي مهمه جدا.